ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده بقى فيديو جديد ومشتريات جديده زي ما انتم متعودين كده. كل ما بجيب مشتريات جديده بحب اوريها لكم واعرفكم عليها واعمل لكم ريفيوهات عليها اذا كانت هي فعلا حلوه وتستاهل ان هي تتجاب ولا لا. مبدئيا كده دي كانت اول حاجه معانا، وهي حافظه الموز اللي هي بتاعه السبلايرز بتاعه الايه الاطفال في المدارس وكده. انا جبتها ودي كانت عامله حوالي 15 جنيه. ده طبعا ابني شبط فيها، وعايزه اقول لكم هي مهمه ولا مش مهمه على حسب. لو انت بتدي سندوتشات في لانش بوكس وفي مكان اكيد هتبقى مش مهمه قوي، لكن لو ما بيبقاش في دايما مكان يبقى اكيد هتبقى مهمه. تاني منتج معانا زي ما انتم شايفين الجهاز ده، انا شفته في كذا حد كان عامل عنه ريفيو بيستخدمه، بيقول ان هو حلو. المفروض ان هو بيتحط زي ورا الاربع رجول ديت او الحاجات اللي بتتلف ديت صابونه، وبعد كده تبداي تغسلي بيها اي حاجه عايز تغسلي بيها، سجاد، هدوم، وبتبقى حلوه جدا. هجربها معاكم واقول لكم اذا كانت فعلا هي حلوه ولا لا. تمام. ده كان المنتج. تاني منتج معانا، ندخل بقى على تالت منتج واهم منتج في المنتجات دي كلها اللي انا جايباها وبحبه جدا جدا، وهو المج الديجيتال دوت. هو عادي خالص، مج بتحط فيه اي حاجه سخنه وبتقفليه. احلى حاجه فيه ان هو مش بيوقع خالص، واهم حاجه بقى ميزه فيه ان هو ديجيتال، يعني بيقيسلك درجه حراره السائل اللي جوه، هل هو سخن، برد، سخنه قد ايه كده. عايزه اقول لكم ان هو بيفضل 12 ساعه، بيفضل 12 ساعه الحاجه جواه سخنه. يعني انت لو عملت المشروب بتاعك وسبتيه لمده 12 ساعه هتفتحيه وتلاقي درجه حرارته زي ما هي. دي كانت المكونات اللي جواه، زي الصفايه كده، والغطا بتاعه هو المقياس فيه درجه الايه، اللي بيبين لك درجه السائل اللي جوه، بردت او سخنه لسه ولا لا. تمام. هجربه برضو معاكم واقول لكم اذا كان هو فعلا زي ما بيقولوا كده بيقعد 12 ساعة ولا لا. تعالوا المنتج بقى اللي بعد كده، وهي دباسة الخياطة. انا مش عارفة اسمها ايه، مكنسة خياطة، دباسة، مش عارفة هي شكل الدباسة بالظبط، لكن المفروض ان هي عاملة زي مكنة الخياطة كده. تبقى حلوة جدا، عجبتني قوي فكرتها، وقلت دي لو فعلا حلوة هتنفعني جدا وانا مسافرة وانا في اي حتة، هتنفعني قوي وحلوة جدا. بس دي بتخيط الحاجات الخفيفة، ما تقدرش تخيط حاجات تخينة او سميكة كده. لا، ما مش هتمشي فيها. تعالوا بقى المنتج بعد كده اللي مكسر كل الدنيا واللي كل البلوجرز خلاص بقت بتستخدمه دلوقتي، وهي المساحة والمقشة في نفس الوقت. حلوة جدا جدا، عجبتني قوي فكرتها، خصوصا للحمامات انك توصلي للزوايا كده. حلوة قوي قوي. عايزه اقول لكم ان هي عامله زي الديجراديه، يعني السنون او الشعر بتاعها يعني مايل، يعني من الاول قصير وبعد كده في النص بيبقى طويل، وناشفه مش خفيفه. فحلوه جدا في المسح وكده، هتبقى حلوه. هجربها طبعا واقول لكم اذا كانت فعلا حلوه، طلعت حلوه معايا كده زي ما هما كانوا بيقولوا في الفيديوهات ولا لا. والمنتج الاخير اللي مكسر الدنيا، اللي انا اول ما عيني جت عليه قلت لازم اجيبه من غير ما افكر حلو ولا لا، وهو المنتج دوت اللي بيعمل الممبار والسجق. بيجي معاه 3 اشكال زي ما انتم شايفين كده، 3 احجام يعني، كبير ومتوسط وصغير زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. تمام. وبتحطيها في الجزء الاولانيه، الحته السوداء اللي فوق بتفتحيها وبتحطي الشكل اللي انت عايزاه، ومن الناحيه التانية برضو بتفك وبتحطي اللحمه او المكونات اللي انت عايزه تملي بيها، لو انت هتعملي سجق مثلا او هتعملي ممبار، ويتملي معاكي بسرعه جدا. طبعا هعمل لكم فيديو مخصوص وانا بعمل ممبار او سجق، واوريكم ازاي بتشتغل، واوريكم اذا كانت فعلا حلوه وتستاهل تمنها ولا لا. مبدئيا كده لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير جدا للفيديو دوت عشان يوصل لاكبر عدد. ويبقى كده احنا خلصنا منتجاتنا ومشترياتنا. هنزل لكم بكل منتج اذا كان فعلا عملي وحلو تشتروه ولا لا. ولو محتاجين تسالوني عن اي منتج او ان انا اعمل لكم عليه ريفيو، ما تنسوش تكتبوا في تحت في الكومنتات وتصلوا على النبي. واشوفكم بقى في فيديو جديد وافكار تانية جديدة ومشتريات جديدة.